طار مبارك والفلوس، طار مبارك والفلوس، قلت انا المنحوس لو هدوا على الراس فلوس، قلت انا المنحوس لو هدوا على الراس فلوس، وخلطة بيتا خلطة بيتا يا خلطة بيتا بعد الثورة هي سوازيطة، خلطة بيتا يا خلطة بيتا. ازيك يا باشا؟ لو انا صوتي واطي ولا ايه يا جدعان؟ ما ترد عليا كده ورد على بعتينا يمكن نتفاهم، حد ياخد مني معلومه كويسه، اخد من حد. الله 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 الله، ايه ده؟ انا عرفتك على فكره، مش ده الواد قنون اللي كان بيدور على الثلاجه مع استاذ محمد إيميتي؟ لا يا رحت انت، انا اللي كنت بعمل فرج في الكرنك. لا فاكرني ولا ايه؟ لا يا استاذ غسان ولا ايه؟ اخواني اسمع اخواني، نحن هنا اليوم كيتم التغيير في نظام النقابة المهنية للتمثيل. نظام النقابة المهنية للتمثيل الذي جعل معظم عظماء الفن يموتوا وهم مش لاقيين حق العلاج. عايزين امثال؟ اقول لكم امثال الاستاذ سمير الشرف. لا 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 مش ممكن بقى، استاذ احمد ساكت نفسه يا جدعان. لا لا بقى، على فكره الثوره دي رجعتنا لايام جميله يا جدعان. لا لا طبعا يا استاذ، ده مش انت اللي تكون موجود على الجبهه مصر انت وتقدم مين اللي هيكون طيب؟ ايه ده؟ لا يا ابني، انا مش هو. ايه ده؟ امال انت تبقى مين؟ الاستاذ احمد عايش في اليوم، بس انا للاسف مش هو. انت مين يا عم انت؟ انا ابني اللي انهيت حليم بعده على طول، الله يرحمه. ده انت قايل ده ولا ايه؟ مش عارف انا، هو انهاه على الاخر. انهاه. بس كنت هايل يا استاذ، هايل والله هايل. ايه ده؟ وانت مين بقى يا ضخم انت؟ ايه ده؟ انت ما عرفتنيش؟ لا انا الاستاذ صلاح عبد الله. حلو، اثبت لك. لا ابو دق يتقال له لا يا اخي لا. خد دي، انت شكلك عيل توت وارث تحشين عن بابوته وماموته وجاي تتنطط على تربنتين شكلك متخيل بس على التلفزيون يا استاذ صلاح. بس انت يعني المده اللي فاتت دي كنت واكلها ولع في التلفزيونات، ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ وانا جاي النهارده تضامنا مع كبار الفنانين. قال ايه؟ عايزين يقللوا اجور الفنانين. طب ما يخفوا الضرايب شويه، ولا انت رايك ايه؟ اسمك ايه؟ والله يا ابو صلاح سوبك النجم الكاتب فوكا سلطه. ايه؟ بوكا. احنا زمان كنا بنعمل مسرحيه واحنا في الجامعه، باين اسمها في انتظار فوكا. فضلت الناس قاعده مستنيه فوكا ان فوكا يجي، ما جاش. وحشتني يا فوكا. وحشتني يا استاذ كريم، بحبك يا استاذ كريم. محسوبك كريم عبد العزيز صح؟ انا عرفتك بالدهن والله. شوف بس انت ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انا يعني بيني وبينك الفتره اللي فاتت حاولت اعمل اكشن وكده، ما كانش معايا الجو بيني وبينك. احمد السقا مغطي عليه. بقول لي يا عم قلت بقى انا يا رب يدقني واعمل ثوري اكتر وننزل ناخد الحاله، يمكن نجيب فلوس اكتر. الاحساس يعني. سنس كتير. محسوبك فنان وفاهم كل حاجه. حبيبي قلبي. بس اقول لك على حاجه، انت تقنعني في الاكشن عن الاستاذ السقا ده. بجد والله العظيم. احبك انا كده. والله العظيم. اكشن ايه؟ اكشن ايه؟ مسكني يا عز. اكشن ايه؟ اكشن ايه؟ هو في حد بتاع اكشن هنا غيري؟ اسمع يا استاذ، اسمعني. عيب اسمع. لا مؤاخذة، بس انت منور. بص، انا جاي هنا النهارده بصراحه وبدون نفاق او تجميل، بس انت منور. انا جاي هنا ليه؟ تأمينات يا ريس. بس انت منور. انا جاي هنا عشان اقول للنقابه ان هي تعلي الاجر المادي بتاعنا. الله يا حماد. عشان الامور الخطره اللي احنا بنعملها. يا عم قدر انت هتشتغلني، ده شوف ليه يا عم. يا عم والله انا عايز اشوف ليه يا عم. بيقول لي شوف ليه؟ انا عشان ايه؟ يا ابني عشري، يا ابني عشري. يا عم كنت ليه؟ والله منور.
كده زعلت الناس مننا. على فكره بس بقى انت منور. انا عرفتك المره دي بجد؟ مش انت بموتك يوم ورا يوم حبيب في مجال يوم حبيبي خلاص يا حبيبي. العزه الاخرانيه بقى يوم ورا يوم حبيب في مجال خلاص يا جميل، واحنا هنقضيها طول الغنى ولا ايه؟ هو اسمه ايه؟ اسمه ايه كان في الفيلم؟ شراوي يا عم. هو الشراوي بعت لنا فندام ولا ايه؟ انت منور. بعيدا عن حضرتك منور يعني. انت بقى شايفني عمال اتضرب وساكت واحد عامل فيها اثر ولا اعمى يا عم انت. ايه ده؟ كنت عايزني احوش عنك؟ امال ايه يعني؟ عايزني احوش عنك؟ عارف كان ايه اللي هيجرى لما كنت حوشت عنك؟ ايه يا عم؟ كنت هتضرب عنك. لو سمحت لو سمحت ابعد عني. ولا ابعد عني يا عم ابعد عني. يا ابني يا حبيبي انت مش عايز تبعد؟ عايز تعرف انا مين؟ انا بيسموني وائل فهيم بتاع الماسوني. بسوق؟ هم مين دول يا عم اللي بسوق؟ يا عشان كده بقى بتقول لي لو كنت حته كنت هتضرب. طبعا تتضرب يا عم اذا كنت بتبان مش هتتضرب. يا ابني الماسوني ايه؟ يا راجل بان. انت برضه دماغك حاطه الحاجات وحشه. بص يا بابا، الراجل الماسوني ده شخص هقول لك ايه؟ ما تيجي نشوف. تيجي نشوف؟ يلا نشوف. لا ابعد انت بعيد احنا عارفين جنب الكاميرا عاد حاجه زي عيال صغير. يلا حتى قبل ما تتصور. يلا انت شخص كويس. تعال انا ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ممكن تصور مع حضرتك؟ اتفضل حضرتك. يلا هنا اعزائي المشاهدين نحن اليوم في ميدان التحرير نتقابل معاك الشخصيات المهمه المغرفه اللي مزهقانا في حياتنا. نحب العربي اسم حضرتك؟ محسوبك فوق ظباط. بوكا زبطة. اسم سينمائي كويس جدا. حضرتك احنا جايين النهارده نسال حضرتك سؤال. ايه رايك في اللي بيحصل في الميدان واللي بيحصل بعد الثوره؟ بجد بصراحه يعني انا مش فاهم حاجه. ايه ده وحياة ربنا؟ ايه انا ما اعرفش ايه ده. انا كل ما اقابل حد في الشارع يقول لي مش فاهم. لا انا كل ما اقابل حد في الشارع بجد يقول لي انا فاهم. يبقى تفهم. ما الناس كلها بتفهم. لا محسوبك فهمتني غلط. انا مش فاهم الكتع اللي ماشي من شويه ده كان عايز مني ايه. لكن لو بتتكلم بقى على الثوره والماسونيه خد بالك انت انا فاهم كل حاجه وفاهم يعني ايه ايه ثوره ويعني ايه مرحله انتقاليه ويعني ايه حاجات نظيفه ويعني ايه اللي هي حاجات وحياه ربنا وتاريخنا ربنا يخليك. هسال حضرتك سؤال كمان. ايه تحب تقول شكرا لمين؟ عايز اقول لك انت يا عسل. لا وحابب اقول شكرا طبعا لنيني وسبوره حبيب الجماهير. الله يا عسل كم انا بقول لحضرتك تحب تشكر مين من اللي هقولهم لك دول؟ هحط لك ما بين اقواس شويه اختيارات. ثانيه واحده باختيارات. هو انا لسه بقول لك غبي استيوبل. انا اقول لك شويه اختيارات ما بين اقواس وانت تنقي. ماشي. 1 جمال عبد الناصر. 2 انور السادات. 3 الراجل اللي واقف ورا عمر المختار عمر سليمان. طبعا احب اقول شكرا. استنى من الاول يقول الملوك. طبعا انا احب اقول شكرا للرئيس مبارك. ايه بقى؟ ليه بقى؟ عشان هو اللي خلاني اقول لا. هو اللي خلاني اعرف اقول لا. هو اللي خلاني اعرف اقول لا. يعني حضرتك من اول الناس انا عايز اقف يا جدع. تاني بقى هدي عشان اقول كده. عايز اقف تاني؟ لا. يعني حضرتك ايه يا جماعه؟ تاني يا ابني. هو اللي خلاني اعرف اقول لا. يعني حضرتك من اول الناس اللي نزلت ميدان التحرير يوم 25 يناير. لا. يبقى حضرتك نزلت يوم جمعه الغضب 28. لا. يعني حضرتك نزلت يوم موقعة الجمل 2 فبراير. برضه لا. انت بتحسب انت حضرتك بتاعك في الحمام. لا. انا ايه لا بص معليك. انا قلت لا لتحليلات الدستوريه. بص معليك. انا قلت لا لتحليلات الدستوريه وترقية الدستور. ما بحبش انا اقعد ارقع في الدايم اساسا يعني معليك. زوم على الناس.
انت ليه معلش؟ حضرتك بتقول ايه كلام؟ ليه؟ انت بتهبط كلام بتقول ايه؟ طبعا تصوير حضرتك بتقول لا لا كتير ليه؟ عايز اعرف تقول لا عليه. احسن حاجه في اللي حصلت دي معاليك انها حسستني ان انا عندي كنز كبير. كنز كبير؟ ايه هو الكنز ده؟ صباعي ده اشمعنى؟ عشان ده ما كانش شغال. ايه الكلام؟ تقول لي قط ولا حاجه بينهم زي منه. معلش ماشي. ليه قلت لا؟ غير ان ده ما كانش بص بصراحه انا هقول لك على حاجه كده يعني ما بحبش اقولها قدام التلفزيون صور يعني. كنت ليا واحد صاحبي فهيم يعني خريج اقتصاد وعلوم هندسيه. الراجل ده كان قاعد معايا في يوم كده كنا قاعدين قعده حلوه يعني بعد لعب كوره كبيره قوي يعني. المهم الراجل ده قاعد معايا فاهمني يعني ايه تعديلات دستوريه. قلت له يعني ايه؟ قاعد يقول لي في حاجه اسمها لا وفي حاجه اسمها اه. قلت له طب اللي بيقولوا اه دول بيقولوا اه ليه؟ قال لي اللي بيقولوا اه دول عايزين البلد زي ما هي. زي ما هي كده في سرقه ونصب واحتيال. قلت له لا يا عم لا انا مش عايز الحاجات دي. قال لي خلاص تروح تقول لا. بس هو ده كل اللي حصل. بس انت حضرتك قلت مونولوج يعني خلصت المسرحيه في 5 دقايق. تصور يا ابني. يعني حضرتك قلت لا. طيب دلوقتي في ناس كتير جدا قالت نعم. انت شايف الناس دي قالت نعم ليه؟ ما تبقى تمسك المايك. طبعا الناس دي قالت نعم لانها مش فاهمه. اقول لك على حاجه صاحبي اللي قال لي روح قال لا ده هو راح قال نعم. بس كنا جايين من لعب الكوره برضه زي اللعب اللي كنا بنلعبه يعني. او ماي جاد ريلي؟ ريلي؟ سؤال اخير عشان الحلقه الرخمه دي. اتفضل. حضرتك شايف مصر رايحه فين بعد كده؟ لا بصراحه يعني لو هتشوف مصر رايحه فين يبقى مصر رايحه ايه ماشيه طوالي. خد بالك انت يعني في اللي بيروح العكيزي وفي اللي بيروح سيكا. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا للناس اللي هتروح العكيزي. يا ريت ياخدوا طريق محطه وما ياخدوش طريق صلاح سالم. شكرا للاستاذ بوكا. شكرا للاستاذ بوكا. اتفضل حضرتك اقعد. اتفضل حضرتك اقعد. ثانيه واحده قبل ما اقعد. نورني. منور يا استاذ. في نهايه حلقتنا بنحب نوجه الشكر للاستاذ فانوس وبنقول له انت منورنا بجد. وزي ما وعدناكم قلنا لكم حاجه يا ريت تكونوا بسطتكم وان شاء الله كل يوم هيبقى في حاجه زي دي. نتمنى ان احنا نكون اسعدناكم النهارده وشكرا جزيلا.